برحب بيكم مرة تانية وبضيفتي الدكتورة لميس جابر. يا ترى يا دكتورة لميس، حضرتك ليه معارضة شرسة لترشيح البرادعي؟ وعايز أعرف رأيك بشكل عام عن المرشحين لمنصب رئيس، لأن احنا داخلين على مرحلة هيبقى فيها انتخابات رئاسة. والله بص، هو من الأول أنا الحقيقة ما اعرفوش وتاريخه مش معايا، يعني هو ما كانش متواجد في مصر. انا ما اعرفوش. هو يعمل في مؤسسه هيئه الطاقه النوويه، دي حاجه تبع الامريكان مش تبعنا يعني. ده معناه ان هو راجل اللي استفزني ان هو انه راجل مش وطني، انه لا لا لا, بيشتغل لا في اطلاقا، لا لا مؤسسة لا, زي لا كده؟ انا لا اشكك في ده وطنيه النماذج المصريه اللي بيشتغلوا في الخارج دول كلهم ناس نماذج منوره. بس دي منظمه سياسيه، ده مش طبيب زي مجدي يعقوب ولا عالم زي زويل ولا بتاع، دي مؤسسه سياسيه. يعني لما بطرس، انت فاهم ان الامم المتحده دي دوليه؟ كان امين عام الامم المتحده، كان يعني ده ما يعتبرش فخر بس لمصر. طلع من مصر على هناك، من مصر، من وزير خارجيه لهناك. يعني انا اول مره اعرف البرادعي. المهم ما علينا يعني انا لا اشكك في وطنيه احد، لان انا لا اقبل ان حد يشكك في وطنيتي. تمام، كويس. انما الحقيقه هو اللي ابتدى، هو قال تصريحين الحقيقه استفزوني. قال اول مره ان الفريق شفيق لو رشح نفسه اكتبوا شهاده وفاه الثوره. فانا لما فكرت في الجمله دي قلت اكيد بيكتبها على اساس ان الفريق شفيق له خلفيه عسكريه. طيب انا والشعب المصري وجيلي بنعتبر ان الخلفيه العسكريه هي تاج على راس الفريق شفيق وتاج على راس الامه المصريه. زائد انك انت لو انت مرشح لا تشكك في وطنيه الاخرين، ما تقوليش ده ضد الثوره. تاني مره قال ده نظام مبارك وفلول مبارك. طب ما انت فلول بقى امريكاني، اذا كان كده، اذا كنا هنتهم بعض بقى، طب انا اقبل فلول مصري ولا اقبلش فلول امريكاني اذا كانت كده؟ فانت داخل في منافسه المفروض انها شريفه. انا ما سمعتش عمرو موسى كويس عك في الفريق شفيق، ولا الفريق شفيق عك في عمرو موسى. ليه؟ لان هم ماشيين صح. ما تعكش في حد، لان انا هعك فيك، هرفضك. الخطاب بتاعه خطاب فيه شعارات، انا ما بحبش الشعارات الحقيقه. احنا اتقرصنا في الشعارات العايمه اللي هي ما تعرفش تمسكها دي. يعني الشعب المصري محتاج لحريه وكرامه. يعني احنا شعب بلا كرامه؟ مش لوحده على فكره. امبارح كان معايا حمدين صباحي، قال ان برنامجه من ضمن مبادئه تحقيق العداله الاجتماعيه والكرامه للمواطن المصري. يعني ايه تحقيق الكرامه بقى؟ يعني ايه دي؟ يعني ايه الكلمه الهلاميه دي؟ هتحطها لي بطاقه تموين كل واحد ليه 2 كيلو كرامه، ولا هاخدها في كبسولات؟ ايه اللي انت تروح يعني انت ممكن ايه تعريف الكرامه بالنسبه مش عارفه الحقيقه، انا مش فاهمه. يعني انت ترشح نفسك لشعب عشان تبقى رئيس شعب بلا كرامه، وانت ان شاء الله تبقى تجيب له الكرامه بمعرفتك؟ ايه يا جماعه الكلام ده؟ احنا شعب عنده كرامه جدا، وعنده وطنيه جدا، وعنده وعي جدا، وان شاء الله هذا الوعي هيبان في الصندوق.